حازم امام ما حبش موضوع امام عاشور يعدي من غير ما يحط التاتش بتاعه. التاتش اللي يديله كريدت عند الجمهور المخطط. فطلع يقول ان امام عاشور مستفز ومش ذكي، وكمان بيحرج اداره الاهلي، وان الاهلي مش بتاع الحاجات دي. ورغم انه قال ان حتى لو امام ما يقصدش الزمالك فكان سهل قوي يغير لون البالونه. وطبعا لو امام غير لون البالونه باخضر يبقى كان يقصد المصري، ولو غيرها باصفر يبقى اكيد يقصد الاسماعيلي. على اي حال يشكر حازم امام برضه ان هو حريص على اداره الاهلي وشكلها وبرستيجها. لكن برضه نحب نعرف من حازم امام ايه بالظبط اللي يحرج في تصرف امام عاشور للاداره. هل امام عاشور راح ليله ماتش مهم اكل الفرقه كلها فسيخ، فتاني يوم اتغلبوا اتنين من فرقه نزلت درجه تانية؟ طيب، هل امام ساب معسكر الفرقه ليله ماتش مهم وراح سهر، ولما كلموه يرجع قال لهم هاجيلكوا بكره على الماتش، وقال لي كابتن الفرقه مالكش فيه ما تتصلش بيا تاني؟ طيب، هل امام شرب ممنوعات واتمسك معاه ممنوعات وعمل حادثه وهو معاه ممنوعات وقتل واحد تحت تاثير الممنوعات واتحبس بالممنوعات وخرج بكفاله؟ طيب، هل امام راح يلعب السوبر في الامارات بالكارت الذهبي وبدل ما يرجع بالكاس رجع بعفو رئاسي؟ دي الحاجات يا حازم اللي تحرج اي مجلس اداره عنده دم، وتخلي شكله يقرف كمان. خلي بالك، انا فكرتك بالحاجات اللي تحرج اللي حصلت السنه دي بس، لكن لو غرفت وجبت لك هتزعل وتجيب ناس تزعل، خصوصا لو افتكرنا تزوير العقود والتلاعب. بلاش انت يا حازم علشان حواراتك كتير، خليك في سبوبة التحليل وكل عيش. ناس ما عندهاش دم.